ميشن كومبليت. الزمالك يصعد لدور الثمانية من الكونفدرالية بعد فوزه النهارده على بلاك بولز 3-1 في استاد القاهرة، وتصدره لمجموعته أول مجموعة 11 نقطة قبل جولة أخيرة من دور المجموعات. ثنائية حسام أشرف وهدف النجم أحمد سيد زيزو بيدوا للزمالك 3 نقاط غالية بتأهلهم كمركز أول، بغض النظر عن نتيجة مباراة أنيمبا الأخيرة يوم الأحد القادم في استاد القاهرة. أيضا جروس بيفكرنا بولايته الأولى، هو 13 لعيب وهم اللي هيلعبوا، هم اللي مكملين معانا لنهايه الموسم، ربنا يبعد عنهم الاصابات برجوع ناصر منسي، رجوع ناصر ماهر، وان شاء الله احمد حمدي، ولو في اضافات هتحصل. هو ده التشكيل اللي هيفضل يلعب اساسي في الزمالك الفترات القادمه. ذكريات 2019 بترجع تاني مع كريستيان جروس. نرجو من مجلس الاداره الموقر سرعه اجراء صفقات عشان خاطر يبقى في لعيبه الراجل يقدر يدور ما بينها. الزمالك في المباراه دي ما ظهرش باحسن شكل، ولكن عمل المطلوب، كان بيظهر على فترات بشكل جيد. يعني الزمالك مثلا الشوط الاولاني اكتساح، ماسك كوره لكن مش عارف تجيب جون، تحضيره بطيء جدا. جالك فرص، جالك فرص، معظم فرصك كانت بتضيع عند شلبي اللي كان قالب كريستيانو رونالدو المباراه اللي فاتت وجاب جون عالمي. النهارده مش عارف يعمل 3 4 باصات ورا بعض، او الفينش عنده كان بشكل سيء جدا. عبد الله السعيد جات له كورتين من افضل ما يكون من عمر جابر، لكن تعامل معاهم بشكل سيء جدا جدا في 18 الخصم. عبد الله السعيد واحده من اسوأ مبارياته، لكن الراجل مرهق بشكل كبير جدا. الماتشات اللي فاتت كان عليه ضغط كبير جدا صراحه. زيزو في اول مباراه برده كوره جات له لعبها قويه لكن جت جنب العرض. الاول كانت الجبهه الشمال هي اللي شغاله اكتر. عبد الله السعيد كان مميل ناحيه شلبي ومعاهم بيطلع فتوح، كانوا بيحاولوا يعملوا خطوره، ولكن زي ما بقول لك الفينش كان بيبقى زي الزفت. يحاول يشتغل فردي كتير الشوط الاولاني، شاط كذا كوره، واحده جنب العارضه، واحده جت في المدافع كانت قويه جدا، جت في المدافع، ولعب كذا كوره عرضيه في الشوط الاولاني. حسام اشرف حيرك جدا الشوط الاولاني، مفيش رغبه في اللعب، مفيش قتاليه، مستسلم واقف. صحيح الكوره ما جاتلوش، ما حدش اداله كور، لكن تحس باليأس بشكل كبير جدا في الشوط الاولاني وانت بتتفرج على حسام اشرف. في حاجه غلط يا عم، في ايه؟ انت معانا؟ طب انزل استلم، انزل يلعب، مش شغله ومش وظيفته، لكن يتحرك بشكل كبير. لكن هو ما كانش موجود، حتى في عرضيه فتوح عملها له طلع لعبها بدماغه بشكل سيء جدا في نص الجول. كان ابرز لعيب الشوط الاول في الزمالك محمد شحاته، كان بيستعيد الكوره بشكل جيد. بلاك بولز ما عملش هجمات خطيره الشوط الاولاني، لكن شحاته كان دايما بالمرصاد وقطع كور كتير جدا في مباراه النهارده. برضه لطش واحده كده كانت قويه جدا، لكن حارس المرمى طلعها. للمباراه الكام على التوالي ما اقدرش اقول لك، كل الكور الثابته اللي الزمالك بيلعبها بشكل سيء. ملاحظه غريبه، عندك زيزو بيرفع كويس جدا، عندك السعيد بيرفع كويس جدا، لكن مفيش تعامل جيد مع الكوره في ال 18. علامه استفهام كبيره. بيجي لك كورنرات كتير وفاولات كتير، لو استغليت واحده او اتنين فيهم هتخلص ماتشات كتير جدا. فعلامه استفهام، اتمنى مستر جروس يشتغل على النقطه دي بشكل كبير. نقطه غريبه جدا كده في اخر الشوط الاولاني، عمر جابر قلش واحده في ال 18 ثم فتوح قلش واحده في ال 18. الكورتين كانوا هيكلفونا هدف في اخر الشوط الاولاني. الشوط الاول الزمالك ماسك كوره مش عارف يجيب جول، مفيش شراسه، مفيش قوه، مفيش سرعه في انهاء الهجمات، بطء كتير جدا في التحضير، وفي الاخر الشوط الاول بينتهي 0-0. الشوط الثاني واول الشوط الثاني بطل حسام اشرف. زيزو بيطلع بشكل جيد، يعمل عرضيه رائعه جدا، حارس المرمى يطلعها تروح حسام اشرف يجيب الجون الاول للزمالك في وقت جيد جدا في بدايه الشوط الاولاني. تخلص على كده؟ لا ما تخلصش. الزمالك بيضغط بشكل اكبر، ومصطفى شلبي يقطع كوره من لعيب نص الملعب ويعدي من المدافع بشكل جيد جدا ويطلع ويعمل كوره بالعرض رائعه جدا لحسام اشرف، اللي بيقول لك ان انت عندك مهاجم كويس محتاج يشتغل ومحتاج اللعيبه تشغله بشكل كبير. كوره عرضيه حلوه جدا، بيحط رجله بشكل رائع جدا تغير اتجاه الكوره وتدخل الهدف الثاني للزمالك عشان الزمالك يأمن المباراه بشكل كبير، وحسام اشرف ياخد ثقه في نفسه بشكل كبير ويجيب اول هدفين افريقيين ليه مع نادي الزمالك، وان شاء الله ما يكونوش اخر هدفين، ويشتغل بشكل جيد الفتره الجايه ويشتغل بقتاليه اكتر المباريات اللي جايه، لان هو عنده كتير جدا حسام اشرف. بعد الجونين بتوع حسام اشرف الزمالك تراخى شويه. الكوره جات لزيزو الجون كده لعبها غلط، زيزو حاول يلعبها للجون، الجون طلعت كورنر. الزمالك ضغط شويه، محمد شحاته قطع كذا كوره برده، والزمالك استمر في الضغط بشكل كبير، ولكن بعد كده تراجع كبير جدا من الزمالك، تراجع كبير جدا جدا. الونش كان قطع كذا كوره واستلم كذا كوره، لكن الكوره اتلعبت بالعرض ناحيه فتوح برده كالعاده. الراجل بيرفع كوره والراجل يطلع من قدام الونش كده قدام الناس كلها، يطلع يجيب جون، هدف ملوش اي لازمه، بيدربك المباراه عليك. وبعد الجون ده اللي مش لازمه، بلاك بولز ضغط عليك بشكل اكتر ولعيبتك وقفت في الملعب بشكل غريب. بلاك بولز يسكت من خطا فادح برده، كره تلعب ورا المدافعين عندنا والراجل يروح انفراد قاتل، لكن عواد ينقذ الموقف بشكل اكثر من رائع. برافو عواد في الكره دي، كانت المباراه هتقلب علينا بشكل كبير. الزمالك فتحت بقى في تباعد، ما حدش بقى يقطع كور، الناس بتروح زي ما هم عاوزين، بيفنشوا الهجمه هم بشكل مش احسن حاجه.
دفاع الزمالك بيحاول، وقفه اللعيبه في الملعب كان شكلها سيء جدا جدا في الشوط الثاني، خصوصا في نص الشوط الثاني بالظبط. وقفه دفاع الزمالك كان في تمركزات خطا جدا جدا في الملعب. الراجل حب يعدل، نزل بنتايج يلعب مع فتوح، لان الجبهه دي كانت الفرقه بلاك بولز شغالين فيها كويس جدا. خرج شلبي اللي النهارده عمل اسيست لكن ما كانش افضل حاجه، وبينزل ناصر منسي مكان حسام اشرف اللي جاب جونين النهارده. تصويبه تانية خطيره جدا جدا بيطلعها عواد، لكن الكره بترد، لكن ربنا ستر والكره جت بعيد. فرص كتيره جدا للبلاك بولز، الزمالك تراخى وتراجع بشكل كبير. شيكابالا ومحمد السيد بينزلوا مكان عبد الله السعيد الحاضر الغائب في مباراه النهارده. محمد شحاته اللي عمل مجهود كبير في ماتش النهارده. يفضل شيكابالا الذهب الذي لا يصدأ. بمجرد نزول شيكابالا الفرقه اتحركت لقدام شويه. شيكابالا خد كوره حطها حلوه جدا في المساحه لزيزو، زيزو اتحرك بشكل اكثر من رائع وخد الاثنين مدافعين معاه وعداهم الجون، وراح جاب جون حلو جدا جدا، جون يديله الثقه في نفسه. جون النهارده زيزو حاول على فترات كان بيختفي لكن حاول كتير، لكن جون النهارده يديله فرصه وثقه في نفسه. بيجيب جون في ماتش المصري المباراه اللي فاتت في الكونفدراليه، وبيجيب في مباراه النهارده استمرار التالق في الكونفدراليه من النجم الكبير احمد سيد زيزو. شيكابالا اشتغل بشكل جيد فور نزوله زي ما قلت لك، حط كورتين لناصر منسي منهم واحده حلوه جدا منسي ضيعها، وكره ثانيه برده منسي بيضيع. منسي ضيع جونين كان ممكن الزمالك يزود حفله الاهداف، ولكن مباراه فيها مكاسب كتير. عوده بنتايج، شيكابالا بيشتغل بشكل جيد شويه لنزلهم بيديله ثقه في نفسه، هدف لزيزو بيديله ثقه في نفسه. محمد السيد زي ما قلت لك بينزل بياخد ثقه ان هو يبقى موجود معاك الفترات الجايه، زياده في اللعيبه عندك يبقى عندك بدايل كتير في السكور. نتيجه كويسه جدا، اداء مش احسن حاجه ولكن نتيجه كويسه جدا. 11 نقطه ماتش انيمبا القادم تحصيل حاصل، تكسبه برده للامان وتبقى انت مأمن نفسك وكسبان كل ماتشاتك وداخل بكل ثقه للقادم باذن الله. القادم مش سهل، القادم صعب. اتمنى زي ما بدات في البدايه من مجلس ادارتنا الموقر صفقات ثم صفقات ثم صفقات. التوفيق مستر جروس. القادم اصعب زي ما قلت لك، ان شاء الله توصل للتوليفه المظبوطه، حط ايدك على التشكيل المظبوط، اطلب صفقاتك وان شاء الله الامور هتمشي بشكل جيد وهنفرح تاني ان شاء الله زي فرحه 2019 معاك يا مستر جروس.